صلى على محمد وآل محمد. رجعت لكم بعد غياب ما ناشر صار، وهو يعني فيديو طويل كلش. للعلم هذا الفيديو ما راح يكون بأي مونتاج يعني قبل ونزله على اليوتيوب، وهذا الكلام كله راح يدور باليوتيوب. على كل دا تظهر عجائب قريبة كلش، وهي من علامات الساعة التي تحدث حاليا في السعودية وبعد غزة وبعض الدول العربية. أولا السعودية تلاحظون قبل فترة عندما كان الملك ابن سلمان أو محمد بن سلمان كان إنسان ناضج يفتهم الصح من الغلط، أما الآن هو يفتح طرق المجال الرقص والدعارة وغيرها وغيرها. أصبحت السعودية شبه دعارة، مع احترامي للبعض لا حد ياخذ على نفسه. نترك السعودية. الآن غزة تنقصف وتغتصب نسائها ورجالها، ولكن العرب لا يوجد حس ولا نس. مثل ما نقول إحساس ماكو نهائيا، ثور الله بعرب الله على قولة العراقيين. فهنا الطامة الكبرى شنو السالفة؟ ليش يعني دي تظهر هذه العجائب كلها وما حد يحس ولا عنده قيرة على هذه البلدين؟ شنو السبب؟ اللي يعرف شنو السبب ينزل لنا بالتعليق. ولا تنسون الصلاة على النبي ولايك ومشاركة. إلى متى يا عرب بدو يحسوا انصلحوا؟ الله نزلكم مش كم صورة مال التوبة، توبوا كافي رحمة الله، توبوا توبوا.